فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. مرحبا صبايا، كيفكن؟ يا رب تكونوا بأحسن حال وأنتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. خلونا ببداية كل فيديو ناخدها عادة وندعي لأهلنا بسوريا وفلسطين الله يفرج عنهم ويرد كل حق لأصحابه وينصر المظلوم. هلا قبل ما أشتغل أي شي بالبيت جا بالي هيك أشرب فنجان قهوة رايق، وبعدها بشتغل بالبيت شوي شوي. وبالأساس اليوم ما في عندي شغل بس الشمس طالعة فبدها هيك فيروز وفنجان قهوة كمان. حطيت جنب القهوة كوب كيك وكمان كوكيز. هلا صح أنا ما باكل منه لأنه ما باكل سكر أبدا، بس زوجي ما بيقول لأ إنه ياكل هيك قطعة حلو خفيفة جنب القهوة. بعد ما يمشي زوجي وابني على الشغل أول شي ببلش فيه هو الحمامات. بنظف الحمامات برتبهم بشوف وين في شغلة بدها تغيير وتظبيط بساويها، يعني بعبي الصابون وبغير البشاكير. فأول شي عملته رفعت برداية الحمام ورتبت الحمام. هلا هدول الشغلات أنا عندي إياهم من زمان من قبل المقاطعة، فلا تفكروا إنه أنا اشتريت منهم. مثل ما ملاحظين عندي كذا علبة، فلما يخلصوا ما عاد رح أشتري منهم. وأنتوا كمان هيك اعملوا الأفضل، لا تستهينوا بالمقاطعة أبدا أبدا. يعني هاي الشغلة غالبا العالم بتعملها بأوروبا، إنه بيشتروا شوي بالجملة لأنه مو دائما في وقت للتسوق. وكمان من ناحية ترتيب رتب هي خزانة الحمام لأن انت بتتكركب بنفس الوقت بتلملي كتير أغراض. لما بدي أنظف حيطان الحمام إذا ما كانوا كتير موسخين ومغبرين باخد ممسحة نظيفة بحط عليها شوية منظف للحمام وكمان شوية معطر وبمسح فيها الحيطان كلياتها. يعني إذا في خيط عنكبوت في غبرة كلياتها بتروح. بعدها بنتقل الغرف والصالون. أول شي ببلش بالصالون بما إنه ممكن يجيكم ضيف فجأة أو هيك، فبنظف الصالون باخد أي بشكير بنظف فيه والكنبايات بنفضن هو والمخدات كتير منيح لحتى خلص تطلع روحن وتطلع الغبرة من قلبهم كلياتها. وبعدها بخليهم هيك تضربون الشمس شوي للمخدات لبين ما أنا كنس ومسح. وشفتوا كنباياتي مع أطراف جلد، فكمان ليكوا كيف طلقتن غبرة يعني. فكمان بخ عليهم هاد البخاخ أنا بس حاطة فيه معطر ومي عادية، ما فيه شي أبدا. أحيانا بحط مية ورد ومي عادية. ولا تستغربوا ليش هلأ ما في سجادة بالصالون، بس قد ما قدرت اختارها أبدا وكتير احترت باللون. وانتو بصراحة ما ساعدتوني ولا اقترحتوا علي ألوان، فلهذا السبب أنا لسه ما جبت السجادة. وأنا بحب كتير أفكر بالغرض قبل ما أشتريها، خاصة إذا كانت قطعة هيك مهمة للبيت. بحب أفكر فيها منيح مشان ما أجيب الغرض وأندم عليه بعدين. فبس والله هذا هو السبب. فإذا غيرتوا رأيكم وحبيتوا تساعدوني باختيار السجادة اكتبولي بالتعليقات لون السجادة المناسب، وأنا إن شاء الله راح أدور على الألوان المناسبة اللي اقترحتوا لي إياها. بعتولي يوم التنين على الانستغرام إنه نحن ناطرين الفيديو اللي انتي وعدتينا فيه. هلا أنا ما تأخرت عليكم بالفيديو بس أجلته. يوم التنين كان في عنا مناسبة كتير مهمة وصار لنا سنين ناطرينها. راح أخبركن عنها أكيد. بعرفكن قديش بتفرحولي، فراح أخبركم بالفيديو الجاي إن شاء الله عن هيدي المناسبة اللي صارت معنا يوم التنين. وصدقا كثير كنا فرحانين كتير كنا متوترين ومشغولين فيها. لهذا السبب أجلت فيديو يوم التنين كمان للفيديو الجاي إن شاء الله. وأنتوا اكتبولي بالتعليقات شو هي المناسبة اللي رح أخبركم عنها بالفيديو الجاي. هلا واحدة من العادات اللي بعتبرها كتير إيجابية إنه نحن ما بنراكم زبالة الله يكرمكم بالبيت أبدا، بنكبها بالليل دائما. وبستخدم هدول الأكياس هن معطرين بريحة اللافندر كتير كويسين، وهن ريحتهم كتير حلوة وحجمهم منيح، فأنا كتير بنصحكم فيهم. بمسح المجلى إذا في درج مكركب بنضفه وبرتبه. هلا أنا قبل كنت عم حاول التزم برنامج للشغل إنه خلص اليوم رح ترتب غرفتي، بكرة مثلا الصالون، بعده المطبخ كذا. فبعدين حسيت إنه هذا البرنامج عم يعمل لي ضغط. كيف ضغط؟ إنه عم اتقيد خلص أنا اليوم بدي أرتب مثلا المطبخ، بدي أعزل المطبخ مع إنه بيكون في عندي قصص مهمة تانية أكتر. فهيك صرت أحس إنه عم اتضايق أنا نفسيا من هذا الشي. عم تكون رغبتي رتب بغرفة تانية أو نظف وعزل غرفة تانية بس أنا عم التزم بالجدول. فلهيك صرت اعتمد هذا الأسلوب، حسيته فيه بركة أكتر. نحن بصراحة تربينا وتعلمنا على هذا الشي أكتر، إنه خلاص الشغلة بدها ترتيب منرتبها. وهيك حسيت الأولوية للأشياء المحتاجة تنظيف وترتيب أسرع. اليوم مثلا طلعت قدامي أجهزة التدفئة أو الهايتسونج بدهم كلاتهم تنظيف،
لأنه بيلموا غبرة يعني، وإذا مسكت عليهم الغبرة خاصة بالمطبخ رح يصير في عليه هيك مثل طبقة دهن، وأنا هي الشغلة كتير بكرهها، ما بتتخيلوا شو بتنرفزني. فأول شي سويت وجبت منظف للدهون، رشيت الهايتسونج أو جهاز التدفئة كلياته لحتى إذا في هيك شي معلق يروح. وبعدها أخدت فرشاة أسنان أنا مخصصة لهي الأشياء، وصرت افرك هاي الزوايا كلياتها ونظفه كلياته. وآخر شي فكيت هاي القطعة اللي بتكون من فوق، فكيتها مشان نظف الهايتسونج كمان من جوا. هلأ في عالم، وأنا قبل ببيتي القديم كنت صب بقلبه مي وينضف، بس هاي الطريقة أنا بخاف إنه يصدي، فمشان حفظ الأمانات ومشان نحافظ على البيت أكتر بطلت اتبع هاي الطريقة وهي التنظيفة. صرت بالممسحة على الناشف أو ببخاخ دهون نظفها كلياتها. حسيت هاي الطريقة رح تريحني نفسيا، وكمان يعني مثل ما بتعرفوا هم بس نكب مي، قلت هاي الطريقة أحسن شي. وهالبخاخ فعلا كتير كتير ممتاز، نزلت لكم يعني يمكن فيديوهين قبل، الأزرق إذا تتذكروا، كتير ممتاز. كل الوسخ يلي على الهايتسونج طلع بسهولة كتير، حتى ما اضطريت أفرك لا بسيفة ألمنيوم ولا بفرشاية، بس بهيدي الرقعة. وإذا ما لقيتوا صورة المنظف خبروني على الانستغرام، تكرم عينكم بنزلكن إياها مرة تانية بستوري إذا حبيتوها يعني. وأنا بستخدم هاد المنظف للفرن، للغاز، للحيطان كمان، واليوم استخدمته للهايتسونج وكتير ممنونة من النتيجة. وطبعا هاي الطريقة بستخدمها لكل أجهزة التدفئة بالبيت، يعني مثل ما بتعرفوا هون لا في صوبيات ولا في حصر كهرباء ولا في صوبيات حجر أو غاز مثل أيام سوريا وتركيا، فهي هي الطريقة الوحيدة للتدفئة، إنه بركبوا أجهزة شوفاجات أو على الغاز يعني بالبيت. وهلا بعد ما خلصنا تنظيف بنرجع الحديدة لمحلها مشان ما تنتزع، وتركيبها كتير كتير سهل. هلا الصبايا اللي كانوا معي خطوة بخطوة وأنا عم بفرش البيت يعني بالفيديوهات القديمة بيعرفوا كيف أنا اخترت مطبخي وقتها قسمين. فهي الجهة من المطبخ هي صح كتير حلوة، بس بتغلب أحيانا شوي بالتنظيف. فأحسن طريقة لحتى ننظف فيها الخزن باخد بخاخ البلور، أي بخاخ بلور عادي موجود عندك، وكمان قماشة ناعمة مثل الستان، وبخ وبنضف فيهم. بدي بلش بالغدا هلا، بس بدي فرجيكم أول شي الجو. تخيلوا إنه هلا الساعة 2 الظهر، اليوم على قد ما في غيم ومطر فالجو مانو عم يصحى بالمرة. جيبوا شوية قرادس ودرة وشوية محار وكمان اخطبوط، وتعالوا حتى أعطيكم أطيب طريقة كيس بحريات ممكن تجربوها، كتير سهلة وكتير طيبة. أول شي بدنا نغلي مي وبدنا نحط الأخطبوط تقريبا يغلي شي ساعة ونص لساعتين، لأنه كتير بياكل طبخ، وبنرجع له بعد شوي. بهاد الوقت نطفوا المحار، حكوه بالسكينة حتى تطلع كل بقايا الصدف يلي على الأطراف، وضلكن اغسلوا لحتى تصير المي هيك بيضة شفافة ونظيفة. هلأ طريقتها كتير كتير سهلة. خدوا كيس الحراري اللي بنعمل فيه الفروج، ضيفوا شوية قرادس وكمان حطوا الذرة. فيكن تتحكموا بالأشياء اللي بدكن إياها، وإذا بدكن تشيلوا شي من هاد الكيس ما نكون حابين تجربوه مثل الأخطبوط أو المحار، كمان فيكن تشيلوه عادي. بعد ضفت الذرة لأنه بتطلع أطيب الشي، ولا تفكروا إنه في زنخة نهائي بتروح الزنخة كلياتها. بعدها رح ضيف المحار، كمان بيطلع كتير كتير طيب لأنه بقلب الصدفة بصير فيه صوص كتير. ولا تعبوا الكيس كتير مشان بعدين بدكم تسكروا الكيس مشان ما يتخزق وهو بقلب الفرن ويصير شيله صعب ويصير في شرشرة بالفرن. كمان بالأخير بتحطوا هاي الصلصة، وهي دبس فلافلة وكزبرة وكتير توم، عصير حامض ورشة فلفل أسود، وأهم شي فيها هي الصويا صوص. بعدها بتاخدوا شقفة من الأخطبوط وبتضيفوها على الكيس. حاولوا إنكم تخضوا الكيس كتير منيح قبل ما تدخلوه على الفرن مشان التتبيلة توصل لكل مكان بقلب هذا الكيس، يعني أطيب كل ما نغمره بالتتبيلة تطلع أطيب. جربوها بهاي الطريقة كتير بتعجبكم. بعدها مثل ما قلتلكم حطوا الكيس بالفرن وغلفوه من على الطرف التاني، سكروه يعني بيتحمل تقريبا شي 20 دقيقة بالفرن. هلأ بدكم تنتبهوا إنه ما فيكم تحطوها أكتر من هيك، لأنه القرادس والمحار إذا طول بالفرن بيعسى، وأنتو بالأساس طابخين الأخطبوط يعني شي ساعة ونص ساعتين، فبيصير منهنه. وهيك طلعت النتيجة، كتير حبوها وطلعت كتير كتير طيبة، وسويت جنبها سلطة.
بعد ما خلصت جلي وصلتني طلبية من تيمو امبارح، فقلت بدي افتحها معكم بالفيديو. بعرفكم بتحبوا اشياء المطبخ كتير، راح احطلكم رابط الموقع ورابط هاي الاشياء كلياتها بصندوق الوصف. تمام اذا عجبتني. هلا هيدي هي عبارة عن شجرة صغيرة صناعية، بصراحة هي كتير عجبتني، بس كنت متمناة لو انيتها اكبر بالقياس بشوي، يعني انا هيك كنت متوقعتها. كمان طلبت ملقط، هو ملقط للأكل للقلي مثلا. أنا هون شلت فيه مخلل فيكن تفضوا فيه حلويات لكتير قصص بصير. كمان طلبت شغلات تانية مثل هون أخدت مشان أعمل فيهم فطاير جبنة بس بطريقة جديدة، بفرجيكم بالفيديوهات الجاية طريقتهم. أخدت كمان أشكال للرسم على القهوة، يعني هيك شغلات أحيانا بتغير شكل، تعمل هيك جو جديد بقهوة الصبح أو قهوة المساء حسب يعني. وهي في منهم مكتوب فيهم كلمات ومنهم أشكال ورسم، يعني أشكالهم كتير حلوة وعجبتني ورسمتهم تطلع واضحة. هلا صح ما كتير بقلي، بس بحب أتفنن بالخضار كتير وأشكالها، فأخدت هاي فرامة للخضرة بتطلعن هيك على شكل زيغزاغ وبتعمل بطاطا شكلها حلو. فقلت بدي أجرب جنب البروستد جنب الدجاج أو البطاطا المقلية أو مثلا خضار بيطلع شكلهم حلو. آخر شي بتعرفوا صارلي زمان سنين عم دور على مريول للجلي يكون بيعزل المي، يعني ما بيكون قماش. هو أخيرا لقيت واحد بتيمو. كتير كنت خايفة إنه يوصلني قماش، بس لأ طلع نوعيته كتير ظريفة ومثل النايلون، كتير عجبني ورسمته حلوة يعني. فرح أحطلكوا رابط هاي الأغراض لأنه كتير عجبتني بصندوق الوصف. حتى على فكرة اللون حلو، واللي حبيته أكتر إنه في كمان قياسات للولاد إذا بدك تاخدي مريول جلي للولاد مشان يساعدوكي بالمطبخ. فخلص وأخيرا حققنا الأمنية ولقينا مريول جلي بيعزل المي. هلا فنجان قهوة كتير طيب اسمها لاتيه ماكياتو، كتير طيبة وكتير طريقتها سهلة. أول شي غلي الحليب واخفقيه بهاي الخفاقة، إذا ما عندك هاي الخفاقة اخفقيه بالقنينة خضية عادي بتصير. بعدها جيبي أي نوع كابتشينو أو ميلو أو نسكافيه النوع اللي بتحبيه بكاسة صغيرة أو بركوة. حطي الكمية اللي بدك إياها وضيفي عليها مي ساخنة وحركيها لحتى تدوب. في نقطة بحس مهم خبرك عنها، إنه ضروري تختاري كاسة تكون طويلة طول. إذا أخدتي كاسة طبلوجة وعريضة ما راح تصير معاكي وراح تختلط الحليب مع النسكافيه. فخلي كاسة قريبة من هذا الشكل مشان تزبط معاكي، وصبيها شوي شوي وبهدوء مشان مثل ما قلتلك يصيروا طبقتين. هيك تزيني عوشها بالكراميل أو كريمة اللي بدك إياها. أنا بدي أزين بالكاكاو الخام لأنه ما بدي أضيف لها زيادة. طبعا انتو كمان فيكن تضيفوا اللي بدكن اياه على وجهها، بس نخلوها بمصفاية الشاي مشان تطلع معكن ناعمة الرسمة وتزبط. فأنا راح ضيف كاكاو خام مشان ما يكون في سكر زيادة. فيكن تضيفوا على وجهها اللي بدكن اياه، فيكن تضيفوا كريمة أو كاكاو أو نسكافيه أو ميلو حتى، يعني طريقتها كتير كتير سهلة وانتو فيكن تتحكموا فيها كيف ما بدكن وبالحلاوة حتى. فإذا عجبتكم جربوها، وكمان إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تدعموني بالضغط على اشتراك ولايك، وكمان تبعتوا القناة لرفقاتكم إذا بدكم. وبشوفكم إنه بفيديوهات جديدة إن شاء الله. تصبحوا على خير.